السلام عليكم. في سنة 1980 في لندن كان في اسمها سارة، كانت بتعاني مع بنتها الصغيرة ليلى اللي كان عندها 6 سنين. ليلى كانت دايما زعلانة وبتعيط من غير سبب واضح، وسارة عمرها ما جه في بالها تسأل ليلى مالك أو انتي حاسة بيه دلوقتي. وطبعا سارة كانت بتحس إنها فاشلة كأم. مرة وهي في المكتبة في شغلها الأساسي بحثت عن كتاب عن التربية، ولقيت فعلا الكتاب اللي بتدور عليه، وقرأت فيه عن إزاي المشاعر بتاعة الطفل ليها جذور في علاقته بأهله. بدأت سارة تتكلم مع ليلى وتسمعها بجد، واكتشفت إن ليلى كانت خايفة من المشاكل اللي دايما بتحصل بين أبوها وأمها. الكتاب ده غير طريقة سارة في التربية وفي الحياة الزوجية عموما، وده بالظبط اللي بيحكي عنه الكتاب الذي تتمنى لو قرأه أبواك لفيليبا بيري. الكتاب ده مش بس دليل تربية، ده طريق عشان تبني علاقة قوية مع طفلك. يلا بينا نبدأ. الفكرة الأساسية، فيليبا بيري بتقول إن تربية الأطفال مش بس عن القواعد والأوامر اللي بتحطها للطفل، لكن عن بناء علاقة إنسانية مع الطفل. لازم تفهم مشاعرك ومشاعر طفلك بالكلام وبالسؤال، وتتعامل معاه كإنسان ليه احتياجاته مش بس كطفل لازم يسمع الكلام. زي قصة أوبرا وينفري اللي كبرت في بيئة صعبة وكانت بتحس إن محدش بيسمع لها. لما بدأت تكتشف قيمتها وتتعامل مع مشاعرها وتتكلم عنها حتى مع أصحابها، قدرت تبني حياة ناجحة. لو أهلها كانوا فهموا مشاعرها من وهي صغيرة كان ممكن تتجنب كتير من الوجع. الكتاب بيحث إنك تتكلم مع طفلك عن مشاعره زي انت حاسس بيه دلوقتي، وتتكلم معاه عموما عن المشاعر عشان يقدر يفهم نفسه. الكتاب بينقسم ل3 محاور. المحور الأول، مشاعرك هي مفتاح التربية. الكتاب بيقول إن طريقتك في التعامل مع طفلك بتعتمد على إزاي بتتعامل مع مشاعرك. لو انت دايما زعلان أو عصبي هتعكس ده على طفلك من غير ما تحس. لازم تفهم نفسك الأول عشان تقدر تربي صح. في الحرب السورية اللي بدأت في مارس 2011 اتسببت في توتر نفسي كبير للأهالي والأطفال بسبب القصف، النزوح، وفقدان الأمان. تقارير من منظمات زي المرصد السوري لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بتأكد إن أكتر من 7 مليون شخص نزحوا داخل سوريا و6 مليون لاجئ في دول الجوار، وده خلى الأهالي في حالة ضغط نفسي مستمر. كمان اليونيسيف ذكرت إن أكتر من 6.5 مليون طفل في سوريا كانوا محتاجين مساعدة إنسانية سنة 2022، وده بيأكد حجم الأزمة النفسية. لما بدأت منظمات زي اليونيسيف تعمل جلسات دعم نفسي للأهالي، الأطفال بدأوا يهدوا لأن أهلهم بقوا أكتر استقرار. نفس الكلام لو أنت هادي طفلك هيحس بالأمان. المحور التاني، اسمع طفلك بجد. بيري بتأكد إنك لازم تسمع طفلك من غير ما تحكم عليه. يعني لو بيعيط عشان خايف من حاجة ما تقولوش ما تخافش، اسأله إيه اللي مخليك خايف. الاستماع بيخلي الطفل يحس إنه مهم. زي مالالا يوسف زاي، دي ناشطة باكستانية. لما كانت صغيرة أبوها كان بيحب يسمع لها بجد عن أفكارها الكتير عن التعليم، وده ساعدها تبقى صوت عالمي. لو أبوها كان بيتجاهلها كان ممكن ما توصلش لكده. طبق ده مع طفلك، اسمع حلمه حتى لو يبدو إنه صغير. المحور الثالث، إصلاح الأخطاء بدل العقاب. لو زعلت طفلك أو غلطت في حقه اعتذر له وصلح العلاقة بينكم. الأطفال بيتعلموا منك إزاي يتعاملوا مع أخطائهم. كمان بدل ما تعاقبه على خطأ ركز على إزاي هتساعده يتعلم من الغلط ده. في أزمة الزلزال في تركيا وسوريا سنة 2023 اتسبب في دمار هايل وأثر على أكتر من 9 مليون شخص، منهم ملايين أطفال. كتير من الأهالي كانوا تحت ضغط نفسي رهيب بسبب فقدان بيوتهم والنزوح وخوفهم على أطفالهم. بعضهم كان بيزعق للأطفال من الخوف عليهم والتوتر، لكن لما بدأوا يعتذروا لأطفالهم ويشرحوا إنهم كانوا خايفين لاحظوا إن الأطفال بقوا أكتر هدوء وحسوا بالأمان بالرغم من فقدان بيوتهم والنزوح. تقارير من منظمات زي اليونيسيف أكدت إن الدعم النفسي للأهالي ساعدهم يتعاملوا مع أطفالهم بطريقة أكتر هدوء، وده قلل من التوتر عند الأطفال. الاعتذار وفتح حوار مع الطفل بيصلح العلاقة
ويخليه يحس بالأمان. لو زعقت لطفلك بسبب ضغط اليوم قول له أنا آسف كنت مضغوط، تعال نتكلم ونشوف إيه الحل. النقد الاجتماعي. في مجتمعنا كتير من الأهالي بيستخدموا اللطافة المدمرة لما يتجاهلوا مشاعر الطفل عشان ما يتدلعش، زي الأب اللي بيقول لابنه الرجالة ما بتعيطش بدل ما يسأله إيه اللي زعله. الكتاب بيحذر إن التجاهل ده بيخلي الطفل يكبت مشاعره، وده بيأثر على ثقته بنفسه لما يكبر. وده زي ما قلنا في كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون اللي بيقول إنك لازم تركز على القيم المهمة، والقيم المهمة هنا هي بناء علاقة صحية مع طفلك. كمان كتاب زي معجزة الصباح لهال إلرود بيحث على إنك تهتم بنفسك علشان تقدر تدي لطفلك أحسن حاجة. نصايح عملية: افهم مشاعرك، لو زعلان خد دقيقة فكر إيه السبب قبل ما تتكلم مع طفلك عشان ما تعملش رد فعل يزعله. اسمع طفلك، لو بيعيط اقعد معاه واسأله ايه اللي حصل من غير ما تقاطعه، وهو هيفتح لك قلبه. لما تسمع طفلك بتديله أجنحة عشان يطير. اعتذر لو غلطت، لو زعقت لطفلك قول له أنا آسف يلا نلاقي حل سوا، ده بيعلمه يتحمل مسؤولية أخطائه. الاعتذار مش ضعف، ده قوة تبني الثقة. خليك الملجأ الآمن، لو طفلك زعلان من المدرسة خليه يحس إنك ظهره، قول له أنا هنا لو عايز تتكلم. الطفل مش بس عايز أكل وشرب، عايز يحس إنه متشاف. اعمل روتين للتواصل، كل يوم قبل النوم اسأل طفلك ايه أحلى حاجة حصلت النهاردة، ده بيخليكوا تقربوا من بعض. الفكرة النهائية: الكتاب بيعلمنا إن التربية فن بيبدأ من فهم نفسك ومشاعر طفلك. لو سمعت طفلك وصلحت أخطائك معاه هتبني إنسان واثق وسعيد. إهمال الفكرة هنا بيؤدي للطافة المدمرة اللي بتخلي الطفل يكبر وهو حاسس إن مشاعره مش مهمة، وده بيضره في علاقاته. وبس كده، لو وصلت لحد هنا انتوا أجدع ناس. اكتب لنا في الكومنتات ايه أكتر موقف حسيت فيه إنك كنت مقصر كأب أو كأم، وإزاي اتعلمت منه. ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم علشان الفايدة تعم. كان معاكم محمد إيراني، وطبعا لو عجبك الملخص ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده.